كيفكن؟ هيدي الساندويش اسمها ساندويش السعادة. يعني أنا لما أكون محتارة شو بدي أعمل أو ما أكون هيك ماني بالمود، بروح بعمل هيدي الساندويش وبتحسسني بسعادة، بصير بعالم تاني وناسي شو كان بني. تعالوا نحضر ساندويش البطاطا يلي أطيب منها ما في. أكيد بدنا بطاطا. هلأ فيكم تحطوا البطاطا بالفرن، فيكم تقلوها قلي بالزيت العادي، فيكم بالإير فراير، يعني الطريقة يلي أنتم بتحبوها سلكوها. أنا رح أكون شوي صحية لهالمرة ورح أعملها بالإير فراير من دون زيت. بعتقد صاروا بكفوا، بدهم 15 دقيقة. بهالوقت تعالوا لكم شو رح نعمل. رح نجيب ملفوف نقطعها، شوفوا كيف تكون كتير رفيعة. المايونيز إذا في حدا شايفكم حطوا شوي صغيرة لأنه أنتم عم تحافظوا على صحتهم، وإذا ما حدا شايفكم كتروا. لكن عنا ملفوف ورح زيد المايونيز. كتير بحب هالسلطة. هلا فيكم تزيدوا لها جزر، فيكم تزيدوا لها ذرة، الاشياء اللي انتم بتحبوها اعملوها على طريقتكم. اكتبوا لي تحت بالكومنتس اذا في اشياء حابين زيدها وجربها، برجع بعملها بطريقتكم. رح زيد السويت تشيلي تقريبا ملعقة كبيرة، رح تعطيها طعم كتير طيبة لسلطة الملفوف. كنت اعملها قبل من دون السويت تشيلي، بس صراحة في مرة امير كان عم يعملنا برجر وعملنا سلطة الملفوف، فحتى وجربها وعن جد لقيتها فرقت وعطيت طعم كتير طيبة. وهيك بكون خلصت سلطة الملفوف مع المايونيز والسويت تشيلي. هلا تعالوا خبركم قصة الكبيس. رحت على التعاونية لحتى اجيب كبيس، اما كان عندهم هذا كبيس الخيار الطويل. قمت لقيت هيك عندهم كبيس بس مشكل، عرفتون يلي بيجوا بقلبهم لفت، يلي بيجوا بقلبهم هول البيض صغار، الجزر، بحطوا فيهم زيتون والحر وهالاشياء. بدي كبيس لحتى اعمل هالساندويش البطاطا الكامله. فرحت لعندهم قلت لهم فيكم تنقوا لي بس هيدا الكبيس المقطع الصغير، بس لحتى بدي اقدر اعمل ساندويش البطاطا وتكون كامله، لحتى تكون كل الطعمات موجوده بقلبها، وحتى هيك انبسط انا وعم باكلها. فشوفوا كم حبه طلعوا لي، بس قلت لو طلعوا حبتين بدي اعمل هالساندويش البطاطا وصوركم اياها. هيك هني كم حبه، فرح اقطعهم هيك بالنص لحتى شوفوا صاروا هيك مدورين. الكبيس الخيار العادي او اي نوع كبيس انتم بتحبوه، يعني جود بالموجود. في سندويشات بسيطة بس طعمتها على قد ما بتكون واحد بياكلها مرة وبيرجع اثنين وثلاثة قالوا بيقدر يطور عليها. يعني أنا السويت شيلي ما كنت حطها قبل، هلا صرت عم حط. يعني في يقول طورت ساندويش البطاطا، ثوم وبطاطا وكبيس. هيدي أطيب لقمة بالحياة. هلا إذا كان في فروج مشوي بقبل. خلصت البطاطا. من بعد ما خلصت البطاطا هلا رح نلف اطيب سندويش بطاطا بالعالم، ورح جيب خبزه. اول خطوه هي حط البطاطا عليها. كتروا كتروا بطاطا لتنبسطوا اكثر. بطاطا وثوم. هلا هون ما تقعدوا تحسبوا لي السعرات الحراريه، هيدي الساندويش ما بينحسب لها. رجعوا شو بتعملوا؟ بتجيبوا سلطه الملفوف بتوزعوها. يا عين يا ليل، نسيت رش ملح على البطاطا. اعتبروها انرشت على البطاطا مش على سلطة الملفوف. هلا المكونات كلها رح تاخد من بعضها. هيدي الساندويش انت الملك قلبي وعلى قلبي ملك. بدها اثنين يلفوها معكم، بس واحد لحاله بياكلها. وهيدي هي ساندويش البطاطا مع سلطة الملفوف مع الكبيس مع الكاتشب مع الثوم. وبالنسبة لإلي أنا لتصير الساندويش يلي أنا بدي إياها وآخد السعادة يلي عم فتش عليها، حط توم زيادة على الوجه. شطة ريلتي قبل ما بلش فيه بيندبك لا بينرقص لا دبكة. هلا برجع بكفيها على رواق. خليني اعمل وحده للامير بس نوع خبز تاني، خبز السبمارين. رح وزع البطاطا، رح حط ثوم، والله طلعوا على قد هالكبيسات. وهلا صارت الساندويش تاعت امير جاهزه. بدكن اسهل من هيك؟